قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحافظ على الصلوات في أوقاتها وعاهد الله على ذلك. والأخت الفاضلة إذا سمعت المؤذن يؤذن تقوم لله تبارك وتعالى مسرعة وتحافظ على الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مش عاوزك تضيع العصر، لأن بعض الأحبة قد يأتي من العمل وينام ويضيع صلاة العصر ويظل نائما حتى يؤذن المغرب. هذا لا يجوز للصائم أن يفعله أبدا. القرآن رمضان شهر القرآن، بل كان السلف كما قال الزهري وغيره إذا دخل رمضان يقولون إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فلا تغفل عن القرآن في رمضان. وكان من السلف من يختم القرآن ويقرأ القرآن في كل 3 ليال مرة. أنا لا أقول هذا، ومن كانت عنده الهمة الله الله في القرآن الكريم، لكن على الأقل وذلك أضعف الإيمان أن تقرأ القرآن كله في رمضان ولو مرة واحدة. لا تحرم نفسك من هذا الخير. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اجعل لنفسك واجعل لنفسك أيتها الفاضلة وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا. لا تحرم نفسك من القرآن. اجتهد كل يوم أن تقرأ 3 أجزاء أو جزئين أو جزءا على الأقل لتختم القرآن كله في الشهر مرة واحدة. التراويح لا تضيع صلاة التراويح، ولو كنت مشغولا بعمل فجزاك الله خيرا ابحث عن إمام يصلي صلاة خفيفة. ولذلك لا ينبغي أن ننكر على هؤلاء الأئمة الذين يخففون في صلاة التراويح حتى لا نحرم كثيرا من إخواننا من أجر صلاة التراويح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرص على ألا تنصرف قبل أن ينصرف إمامك لتنال هذا الأجر العظيم المبارك إن شاء الله. واجتهدوا يا أحبابي كل ليلة، لا تفوت ليلة، لأنك لو التزمت بهذا الذي أقول لن تحرم أبدا من ليلة القدر بإذن الله. الإطعام والجود والإحسان والبذل والإنفاق. أنفق عليك، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي، ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فأنفق أيها الحبيب أيها الثري الغني الكريم. يا من من الله عليك بالمال لا تنسى الفقراء، فهذا شهر الجود. وأبشرك بهذه البشرى أنه صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. إيه رأيك في هذا الفضل؟ تفطر صائما في رمضان يعطيك الله عز وجل أجر صيامه. هل تعلم ما أجر الصيام اليوم الواحد؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. من أعانه الله جل وعلا على أن يؤدي العمرة في رمضان فلا يتأخر ولا يتردد. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أي مع رسول الله. أنت متصور الأجر ده؟ لو أديت العمرة في رمضان تنال أجر حجة حججتها مع النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن من الله عليه بالعمرة في رمضان فلا تردد ولا تأخر. لا تغفل عن الذكر، لا تغفل عن التسبيح، أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحذرك من قول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحذرك من إطلاق البصر
فيما حرم الله جل وعلا. فكف بصرك عن الحرام، وكف لسانك عن الحرام، وكف جوارحك عن الحرام، واستثمر هذا الشهر وعاهد ربك بهمة عالية جدا أن تخرج منه لزاما بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن حصلت التقوى في هذا الشهر عشت بفضل الله طوال العام بهذا الزاد الذي أمدك الله عز وجل به في شهر التزكية وشهر التصفية وشهر التربية وشهر الزاد أي شهر التقوى. أرأيت أنك شهر عيد كامل متواشح بالورد والريحان